السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة الحكاية وما فيها. وزي ما عودناكم دايما بنجيب لكم أصل وتفاصيل كل الحكاية والموضوعات اللي تهمكم. انتشرت في الأيام اللي فاتت صور كتير على السوشيال ميديا لشكل السماء وهي فيها ألوان زرق، وكان مكتوب عليها إن ده شكل سماء الإسكندرية قبل وقوع زلزال تركيا. والكل توقع وقال أكيد ده معناه إن في زلزال جاي قريب في اسكندرية، وإن دي من علامات الساعة. وطبعا الكلام ده أثار رعب وذعر كل اللي شافوا الصور، والناس كلها بقت خايفة يحصل معاهم زي ما حصل في تركيا. طب يا ترى ايه سر اللون الأزرق اللي ظهر في اسكندرية، وايه تفسير العلماء للظاهرة دي؟ ده اللي هنعرضه لكم بالتفصيل في الفيديو النهاردة. بس الأول ياريت تدعمونا وتشتركوا في القناة. لاحظ كتير من العلماء والخبراء ظهور ضوء أزرق أو بلون تاني في السماء قبل الهزات الأرضية بساعات قليلة. ورغم نفي خبراء على عدم مصداقية الموضوع ده، لكن في تفسير علمي اتنشر قبل كده قبل 8 سنين تحديدا بيوضح سبب ظهور السماء بالألوان دي. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي اللي بتسمى الظواهر بالبرق الصفيحي وكرات الضوء والتوهجات، واللي بيتم الإبلاغ عنها قبل حدوث الزلازل، وبتعرف كمان باسم أضواء الزلازل. لكن الجيوفيزيائيين اختلفوا في ربط الأنوار دي بإن ليها علاقة فعلا بالزلزال ولا لأ، وكان في عندهم رأيين. لكن بالرغم من شك البعض في صحة وجود علاقة بين الأضواء والزلازل، إلا إن النظريات اللي ربطت بينهم أكدت فعلا إن الأضواء دي بتبقى دليل قوي على حدوث زلزال في المنطقة اللي بتظهر فيها الأضواء. أما بالنسبة للفرضيات اللي ربطت بين الأضواء والزلازل، فاستدلت على كلامها بأن أغلب الزلازل القوية قبل ما بتظهر فعلا في السماء الألوان دي. أما بقى العلماء اللي رفضوا وجود علاقة بين الأضواء والزلزال، قالوا إن دي بتبقى مجرد صدف، ووضحوا إن سبب الأضواء اللي بتظهر في السماء بتبقى بسبب الكهرباء المنبعثة من اهتزاز خطوط الكهرباء. وبيعتبر ضوء الزلزال ظاهرة جوية مضيئة بتظهر في السماء أو بالقرب من مناطق الزلازل، وحصلت على مدار 300 عام. ده غير إن الزلازل أحيانا بتتسبب في حدوث موجات كهربائية بمقدار 100 فولت أو أكتر، وده أثناء حدوث تشققات في الأرض. وبيتم تسجيل قصص أضواء الزلازل في خلال 300 عام اللي فاتوا، ولكن تم رفضها عادة من قبل العلماء اللي اعتبروها بتبقى إشاعات أو قصة بيتداولها عشاق الأجسام الطائرة المجهول، وإن دي ما بيكونش ليها أساس من الصحة ومجرد ألوان ملهاش تفسير. لكن في العقود الأخيرة ومع ظهور موقع اليوتيوب، تم التقاط مشاهد برق السماء وأضواءه مع تحليلها وتأكيدها من قبل العلماء، اللي أغلبها رجحوا إن فعلا بتكون بسبب الزلازل. وتمت مشاركة مقاطع فيديو للأجرام السماوية المضيئة اللي تم ملاحظتها خلال زلزال فوكوشيما ولاكويا على نطاق واسع عبر الإنترنت. لكن العلماء قالوا إن دي مش علامة أساسية لحدوث الزلازل حتى لو كانت بتدل عليه، لكنها أحيانا بيبقى ليها أسباب تانية، ومش كل زلزال كبير بيسبقه برق ولا بيتبع كل برق زلزال. وعشان يقدروا يفهموا الرابط، قام العلماء في تركيا أبراج تقيس مجال الجهد في الهواء فوق المناطق المعرضة للزلازل، واكتشفوا انه يبدو ان هناك بوادر لبعض الزلازل الكبيرة بقوة 5 أو 6 ريختر. لكن إشارة الجهد مش هي نفسها دايما، يعني مش بيكون الدليل دايما هو ظهور الأضواء، أحيانا بتكون في إشارات تانية. ومن خلال كلامهم في ظهور أضواء زرقاء في سماء الإسكندرية مش بالضرورة يكون إشارة فعلية لحدوث زلزال. ده غير إن محدش يقدر يتوقع ميعاد الساعة ولا يوم القيامة زي ما ناس كتير بتقول، غير ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي عارف. وادالنا علامات كتير لسه لحد دلوقتي ما ظهرتش العلامات الكبرى اللي بتوضح خلاص قرب الساعة. مش بس كده، الصور دي تسببت في ان هي خلت سكان الاسكندرية يأكدوا ان الصور دي مش حقيقية، وان مفيش اصلا الوان زرقاء ظهرت في السماء، وان دي مجرد صور نشرها رواد السوشيال ميديا عشان يعملوا تفاعل على صفحاتهم.
يا ريت تشاركونا بآرائكم وتقولوا لنا انتوا بتأيدوا أنهي رأي للعلماء، الرأي اللي بيقول إن الألوان دي مؤشر للزلزال، ولا اللي بيقول إن هي بتبقى مجرد صدف. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان